معنا ومعاكم المتسابق الأول في من سيربح القرن. ما بينفعش. بما انه الليفل ارتفع جدا بحب اعرفهم على الليفل الجديد. الاهداء مني الهم هذول قرون الذهبيه سيدي. قلت لهم كولكشن محترم ومعتبر. اول واحد معانا راح يكون للمركز الاول اللي هو القرن المكسور بحب اسميه، يعني هذا فوق ما هو مقرن وبكون معيوب اللي هو هذا راح نعطيه للفائز بالمركز الاول. عندك عزيزي القرن الطالع لفوق، هذا راح يكون جائزه لشخص مقرن بطريقه مؤذيه. رايح الولايه يا ابو رايح الولايه يا ابو حليب الخير. تعرف اللي يعني هذا لفوق يعني اسمع مؤذي هذا مؤذي، بوجع اكثر من انك انت تشاهد وما تعملش لايك او اضحكني او احببته او متابعه، بوجع اكثر. لا انا مش مجرب، لا بقول لك مجرب وقت الحكي. طبعا ومعانا اخر قرن هو ذهبي ولكن يعني طري شوي ما بتحسوش زي هذلاكا، ويعني وحتى طريقه الارتداء تبعته بتيجي لا حلو. انا هاي الحلقه راح تكون كلها بتدلبس عشان تصورني انت حضرتك وشاهد الكازن مقرن. لا هذا راح اهديه للعريس اول واحد، ومش راح اعلق عليهم لانه بصراحه ناس متجوزين جداد ويعني فرحانين ببعض، وهي ما شاء الله يعني يعني بتفرح. هي دير بالك عليها، طعميهاش كثير، ابعد عن العدس عن الاكل الثقيل، يعني اذا اصابه مساك مصيبه بتتسمم بتموت وحرام تخسرها. احببته اضحكني مش عم متابع من متابعه، واذا مش متابع على الانستغرام فاتك كثير، واذا بدك تعمل اعلانات اعمل سكرين شوت. ليتس جو. اختي تشبه مايا خليفه. شوفوا لبستها النظاره يا اخي، لبستها النظاره. اختي تشبه مايا خليفه. مايا خليفه تعالي وريني مره ثانيه. يعني انت يا عمري على المؤاخذة لو ساحبين منك الشرف بإبر كان نسي يذرع على الأقل. يعني والله لا أبالغ لما أقول لك إنه القرون الذهبية قليلة عليك، لأنه أنت اللي مثلك غالبا قرونه هي السبب الأساسي بثقب الأوزون قد ما هي طويلة. يعني أنت أتعبت القرون، والله العظيم أتعبت القرون من بعدك يا عمري. وباي ذا واي بالمناسبة عشان أنت تكون بالصورة، أختك هي وراسها بيطلع لنا قد فرد من اللي عند ميا خليفة، فيعني فيش مقارنة بصراحة. يعني هذيك ميا خليفة على الأقل كانت مخليتها كشغلة، أنت ماخذ الموضوع تعبني والله العظيم تعبني. انت متجوزه طيب؟ لا بدور على واحد شبهك. تبي تتجوزني تطلقها اللي عندك هاي وتاخذني انا. لا بس انت هتبقي كبيره عليا قوي. معلش خدني خبره. شوف كيف بيحلى فتحوا عيونهم. اخويا مداهم في ايه؟ انا ماليش دعوه طلع مدام، انا بشرب سيجاره. شكرا على الصولجان الشعبي الطويل. بس الاحجام دي يا رشوش برضو ما مش اي حد هياخدها. لا يا اخويا بالعكس، دي وقت الشتاء مطلوبه اكثر من اللي عندك. لا انا زي بتبرقي لي كده ليه مستغربه ليه؟ انت عايزه حاجه زي البيك شو يعني كده هتاخده. قصدك انا عاوزه راجل. صح لا فكك من الكلام ده بقى يا رشوش. انت كده يا رشوش بقى ايه عيب. مظبوط صح كلامك. وانا احبك. بعد النظر بالموضوع بما انه قرن ومبهدل تربح معنا هذا، يعني هذا سحبته من العريس اللي باول المقطع وبنطيك اياه الك لانه انت حرفيا قرن مبهدل، ارخص واحد بصراحه. وبالنسبه للبنت المليان اللي معاه يعني بحب احكي لك يعني من منظور الشخصي، وبصراحه مش عارف كيف في ناس معتبرين هذا الاشي كوميديا، بس هاي مش كوميديا. يعني هاي الكوميديا اللي انت بتضطر انك ترخص من حالك. يعني بالعربي شو معنى واحدة خبره مش متجوزه او خبره من غير جيزه؟ انت فهمت علي؟ فانت بتضطر انه هي تنزل من حالها تصل لمرحله الممسحه عشان بالاخير تقول له انا عاوزه راجل. لا انت عاوزه عصاد قشاطه يا عمري، بما انك خبره بتضطر تعمل حالها ممسح عشان بالاخير تطلع بنكته، ويعني نكته اباحيه بامتياز، وطالعه من بنت يعني مقززه. هي طالعه من شاب تكون نوعا ما مقززه، فما بالك لما تكون طالعه من بنت. معلش يعني خليك حنين يا ابو راعي، خليك حنين مش كده ابو راعي. رايح الولايه يا ابو راعي رايح الولايه يا ابو راعي. حليب الخير بالست الوالده. بس احمد ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟
بس هي قفشه في رقبته، قفشه في رقبته بكل ذكاء. ما تقوم انت ونشيل عن بعض شويه. ها هقول لك انا معاكم، انا معاكم، انا معاكم. ده مش ماتش مصارعه يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا جماعه. اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين، اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين، اتقوا ربنا في دينكم يا وسخين. وهذا المقطع الاخير صراحه بلخص المحتوى العائلي، يعني انا جربت قلت بدي اغير محتواي وادخل على المحتوى العائلي، فلما دخلت قعدت اتفرج عليهم طلع احمد مش عارف شو تارك ناسي مرته ولا اخته زينب بالمسبح مع 4 اصحاب له بالمايو، انس حابس بيسام مع 13 واحد بغرفه ومنطيهم فياجرا، مو فلوق جايب 2 لاعبين كمال اجسام لاخته مش عارف شو. انا بحكي لك جد مش مزح والله، يعني هذا يعني قاعد ببالغ شوي بس يعني الفكره العامه انت فاهمها. فاكتشفت انه المحتوى العائلي او محتوى الكابلز هذا يعتبر يعني محتوى بدك يعني شو بدك يعني عشان الواحد يبلش فيه بده 13 قرن زياده يلبسهم قبل ما يروح. انت لازم تنتبه على عيون اللي حواليك، لا تخزق عيونهم بالقرون تبعتك، بدك تبلش من المحتوى العائلي هذا. يعني ما فيش شيء اسمه محتوى عائلي، انا شفته انه محتوى عائلي معناته تطلع مرته واخته مايو مره مقلب مش عارف شو، بده يجي صاحبه يصورهم بغرفه النوم. يعني اسمع شيء يعني دخلت عالم شيء مخيف، شيء مرعب. يعني انا المفروض اللي بقدمه لا يعتبر محتوى عائلي، انا اللي بقدمه طلع محتوى عائلي على هواهم. يعني انا عمري ما قلت لواحد طلع اختك ولا صور لي امك ولا مش عارف شو، ولا يعني حسستك انه هذا الاشي عادي. انا على العكس بحسك هذا الاشي مش عادي. امه اللي بيجي بحسس الطفل انه عادي يصور اخته بالمايو، والله ما بمزح، تلاقيه يصور مرته بالمايو عادي. هو اللي بيجي يحسسك انه هذا الاشي عادي وانه هذا بصير عندنا بالعائلات. انا والله ما بعرف وين العائله هاي اللي بيجيب مرته بالمايو وبقعدها مع 4 اصحابه بالمسبح. المهم على اي حال كل عام وانتم بخير. انا مش عارف شو انت مسوي بسنتك، يعني شو عامل بحياتك يطلع لك هذا المقطع باول السنه، ولكن انت مسوي اشي غلط. راجع حالك، صلي لك ركعتين، انت مش عارف متابع. احبكم جميعا، يلا باي باي باي.